انا ماشي شغلي شنو بينكم وبينه، ولكن علاش تهضروا فيه؟ عندكم معاه شي مشكل سيري جلسوا معاه وفتحوا، يعني انسان شي يدار في الاخر. الا غلط شي غلط كندور فيه تندير له، كنشد فيه في وجهه وناقصه معاه الكلام، زعما كنديروا له كوك باش يقنط ويمشي بحال. جاب الله ما جيناش عند مريم. مريم كما كتعرفوا اخوتي عاد تلاقينا مريم البارح في المحكمه. الله اخوتي العزاز داك السيد ما جاب الله ما جيناش عند مريم. راه خوتي كنا جينا عند مريم راه كان غيموت جدي مسكين وما غاديش نشوفو، راه ما كنت غنوصل من فاس لدار جدي كنت غنلقاهم دفنوه. ربي الحبيب كل موقع فيه الخير ان شاء الله. وغادي نمشيو عند مريم، ومريم كنديروا معها الصور في التليفون. مريم كل نهار كنسولوها على راجلها وكنهضروا معاها. راه خوتي العزاز راه ما كنجيو مراس الواد الفاس اخوتي العزاز حتى كنحمقوا الوليدات الصغار والصاد. ها انتم اخوتي العزاز كجينا عند مريم، هانتوما البارح دوزنا المحكمه، كجلسنا عند مريم كعيطوا لي كقالوا لي جدك مات، كرجعت خرجت وليت جيت للمحكمه عاوتاني غنرجعوا نمشيو. السيمانه الجايه عندنا عاوتاني خوتي العزاز المحكمه. راه خوتي بزاف علينا. كيف استمعتوا المتابعين ديالي العزاز ان هناك خلاف بين مريم وخواتاتها، بدليل انهم ما مشاوش يزوروا حميد في داك الوعكه الصحيه. وراه خوتي باينه العور باينه من الطياره، غير اللي بغى يكاموفلي ويخبي الشمس بالغربال. كيف قالت مريم اختي لمياء جات وشافتني، هذه دوزناها. لمياء ما عندهاش قناه ما كتبانش في يوتيوب. راني رجيوي ومنعيش اللي قال لك حقاو الواد دابا نمشيو حتى نتخلصوا حتى لهذا، يعني الادسنس داز اخوتي راكم عارفين التوقيت ديالو. وما شفناش الزياره الحميد اللي مسكين كيدير الصواب مع كل شيء. شحيمه ولد ام يامنه اللي راه بدا كيتماثل الشفاء وهما ما بانوا ما طلوا. قالك حتى تجينا المشيه لمدينه فاس على حسب الجلسه اللي عندهم مع خالتهم، وعاوتاني الجلسه اللي عندهم على القناه، وعاد يمشيو يزوروا مريم. فاخوتي كتر القيل والقال بين انهم منعش ورجاء. علاش ان مريم يتم الصلح في الخفاء مع الام ديالها، وحتى هاد الصلح اخوتي باقي مضبب كيبان لينا، باقي مضبب. اما في الكواليس راه الصلح كاين، ومريم يعني كتدوي مع الام ديالها وتصالحوا وكل شيء على ما يرام. ولكن مازال ما داروش يعني تصوير ولا يعني الصلح بفيديو. علاش؟ حتى يتم الصلح الجماعي اللي هي رجيوي في حد ذاته رافضاه ما باغاش. قالت حقا الواد انا حلفت وحلفي صادق ما غاديش نتصالح في هذه الاونه هذه. يعني وقع لهم هذا الشنآن، يعني كانوا متفقين. انا بيني وبينكم اخوتي الانسان يتفق على العالم كامل الا الام ديالو ظالمه او مظلومه، صافي الشيطان كيحضر. ولكن في خص الانسان يصلح الامور مع الام ديالو. فهذا الشيء اللي بان ليا وهادشي اللي فهمت انا على حسب تحليلي المتواضع، ان رجيوي كانت ما باغاش ان مريم تتصالح مع الام ديالها في هذه الاونه هذه. ويعني بحال اللي كتقول يعني كنا كنهضروا كاملين ومريم هي الاولى كانت خرجت بلايف كتشرشم الام ديالها وكتقول لك كلشي كيضرب في العرض ديالنا وانت كتشجعيهم وكتعطيهم التحيه وكيصيفطوا لك السوبر شات، يعني بحال اللي كتشجعيهم في الضرب في العرض. عاد تبعاتها ارجيويت هي باللايفات وراكم عارفين يعني فاش سبقات عاوتاني مريم الصلح فرجيوي ما عجباش الحال. فهنا كان كيتبين لينا ان هناك شنآن. واخا كيخرجوا اليوم في هذا الفيديو اللي طرحت دابا كيبينوا لينا وكيفسروا لينا ان مع مريم ما عندهمش شي حاجه، ولكن انا كيبان ليا واخدين على خاطرهم من هذا الصلح المفاجئ واللي مازال مخبي في الكواليس. غادي نستمعوا لمياء اللي ما كتعجن بخميره واللي غتوضح لنا الامور وغتحكي لنا بزاف ديال التفاصيل اخوتي. فنستمعوا جميع. وما تنساوش اخوتي لايكاتكم وانتم كتستمعوا وتعاليقكم، واي استفسار عندكم اخوتي تخليوه ليا في التعاليق. ماذا بيا تخليو ليا بارطاج واشتراكاتكم اللي عاد كيشوف القناه ديالي، ونكملوا لا فيديو مع بعض. واش يجرح لنا المشاعر صراحه. مسكين جات واحد ما بغى شوف على صداعك والله ما بغيناه
وكنت كنسلم عليه بالقياس وما تنبغيش نجلس معاه وناقصه معاه الكلام، زعما كنديروا له كوك باش يقنط ويمشي بحال. عرفتي راني صحيح لبست اخوتي المعاناه. ماشي اخوتي زي كنتفكر داكشي قلبي كيبقى يحرقني. لا لا ماشي حاجه. انا شنو قلت هذا جاي من مدينه اخرى ما تنعرفوش، هذا جاي غيتفلى بحال حشمت نقول له كف وجهه بقيت كنعطيه قلة النظر باش يفهم. شكرني في غيبتي كي شافني. جيتي قعدتي معنا غير واحد شويه وليتي هزيتي ولدك ودرتي الفرق. وشكر الاول اللي جا شكرني في غيبتي كي شافني. جيتي قعدتي معنا غير واحد شويه وليتي هزيتي ولدك ودرتي الفرق. وشكرني. لا يسالني زوين باين ربي كيكون عاطي واحد الصوره زوينه دار قاصح الصراحه الله. وبالعكس هي اللي كتعطيني القوه ملي كيكون شي مشكل كتقول لي غيتحل وغيبقى هادشي غير معاوده. لا في انا واحد الطبع اخوتي بحال دابا مثلا منعم الا غلط شي غلط كندور فيه تندير له منعم هادي درتيها راه فيها ما يصلح. ملي كنكون غلط ولكن كيكون غلط ملي كيكون كنقل الاحترام ولا تندير له راك غلط يعني كنشد فيه في وجهه ولكن ما نقدرش فيه هكا ولا. ولكن الا لقات شي واحد ظالم يا خوتي العزاز داكشي اللي كدير عليا ربي اللي غيشوفوا له. عاوتاني لقى شي واحد كيهضر فيه انا هادي الشيء عندي عامه ماشي لقى شي واحد كيهضر فيه كندير له ندبه تندير لهم. انا ماشي شغلي شنو بينكم وبينه ولكن علاش تهضروا فيه عندكم معاه شي مشكل سيري جلسوا معاه وفتحوا يعني اسرع شي يدار في الاخر. واحد الناس اللي عرفوني غندير رجاء شحال فرحوا وقدتهم فرحه كان الطوموبيل بالنسبه ليا بزاف مع 6 الصباح. وهي ايام كانت اخوتي العزاز وهي ايام كي كانت ومشات. كان منعم هو نور الشمس. كيف استمعتوا اخوتي ان لمياء يعني معقوله في الكلام ديالها وفي المعامله ديالها، يعني بينات ليه بانك كتغلط، بينات المنعش بانك كيغلط بعض المرات وكيدير بعض الهفوات وكي اكزاجيري وهي ما كتقصدش يعني كيخطا مع شي حد، يعني ماشي سوقها يعني كتقصد الام ديالها يعني. وكاملين كنا هضرنا ببعض الفيديوهات وقلنا بان نسيبتو عليه بالاحترام، يعني حنا كنقولوا مجرد لايف وداز وشرشم فيه نسيبتو ولكن كتبقى قلة الاحترام دايره في العائله، مما كيخلي عاوتاني الزوجه ديالو اللي هي بنت البدويه كتمشي في صفو وكت يعني ما كتخليش علاقتها مع الام ديالها زوينه، وكذلك كترون القضيه. يعني ضروري الزوجه وماشي كلشي اخوتي، كاين اللي غتقول لك انا غادي نأيد الام ديالي واخا غلطه وغنهي المنكر وغندور في الزوج ديالي وغنقول لامي عافاك حدي هنايا، ولكن لا، مهما كاين يوتيوب والسوشيال ميديا وادسنس فالعلاقات كتختلف وردود الافعال كذلك كتختلف. فهنا كبرت القضيه. منعش الا لاحظتوا معايا اول مره كان خرج كيقول نسيبتو انا وكان لقيت ندفنك حيه وندير عليك التراب، ومع يعني الحضور ديال البنت ديالها اللي هي الزوجه ديالو والحفاده ديالها اللي هما واحد لا جينيراسيون اللي كتطلع وكتستمع وكتلتقط عقل الصغر اخوتي، واحد لا ميموار عرفتي كتكون حاده جدا وكتحتفظ بالتفاصيل. فلهذا الانسان يعي ما يقول ويعرف شنو كي لسانه شنو تيخرج، لان اليوم كلمه غتولي كلمات، غتولي جرح، غتولي قطيعه، وحنا ما نبغيوش هذا الشيء. فاليوم هاد لمياء يعني كتبان لي انسانه بعقلها وانسانه شاربه عقلها، واخا ما عندهاش قناه في اليوتيوب كتميز الصالح من الطالح وكتعطيهم دروس يعني في المعاملات والاخلاق غير بالادب. حتى لهنا كينتهي لا فيديو ديالي، كنتمنى تشاهدوه الى الاخر والى فيديو قادم باذن الله تعالى.